في خطوة جديدة وخطيرة، النظام الجزائري العدو الأول للمغرب للوحدة الترابية للمملكة يدخل كلا من مصر وليبيا في نزاع الصحراء المغربية، ويريد التحالف معهم عسكريا ضد المغرب لدعم ميليشيات البوليساريو. ونشطاء مغاربة لا يستغربون جلوس كلا من مصر وليبيا مع قائد ميليشيات البوليساريو في طاولة واحدة، ويؤكدون أن مصر وليبيا سبق لهم أن دعموا البوليساريو عسكريا في حرب الصحراء في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وسبق للجيش المغربي أن أسر عددا من الجنود المصريين في الصحراء. هذا واجتمع قادة عسكريون من 3 دول عربية وهي الجزائر، مصر وليبيا، إضافة إلى قائد عسكري في جبهة البوليساريو يوم السبت الماضي في العاصمة الجزائرية. واستغرب المغاربة تواجد مسؤول عسكري